إن الدين بريء من كل أفعال البشر الخاطئة والآثمة. ليه الناس دي بتعمل كده؟ وليه دايما الضحية دايما بتبقى خايفة وساكتة؟ مشكلة النهاردة هي اتعملت مسلسل والناس اتريقت عليه وقالوا ازاي حاجة تعمل زي كده، وحرب المسلسل ده هو مسلسل لام شمسية. قصة النهاردة قصة البطل ياسين. الفكرة كلها إن إحنا تمحورنا حوالين القصة وخرجنا بره الإطار الأساسي، إن القضية دي فيها ظالم ومظلوم، مجرم وضحية، بس الناس تمحورت فيها إن هو مسلم ومسيحي. إيه اللي ودانا لهنا وإيه اللي جابنا هنا؟ مش عارف. فكرة إن إحنا في ناس نسيت أصلا إن في شخص ظلم وفي شخص ظالم، وقعدوا يدوروا أنت مش عارف مسلم وده مسيحي وده وده وده. وهي دي مش فكرة القضية أصلا، وده الفكرة اللي إحنا طالعين نوضحها النهاردة. إن الدين بريء من كل أفعال البشر الخاطئة والآثمة، لأن هو هنا الشخص ده ما خدش فكرة الدين أصلا، ما اهتمش إن في وجود دين وما اهتمش بالأخطاء الدينية، ما اهتمش بكل ده. لأ، ده فعل الجريمة الهوائية دي وعمل اللي هو عايزه. هنا بيسقط عنه حماية الدين وفكرة الدين أساسا، لأن هنا المجرم لا دين له. القضية دي كبيرة جدا ولازم نتكلم عنها. الناس متخيلة إن الجريمة دي بدأت في الفترة دي، بس مش متخيلين إن هي ليها أبعاد أكتر من كده بكتير، وإن الجريمة دي بتحصل من زمان إلى زمن، يعني أعتقد قوم لوط، الزمن اللي انتشر فيه الشذوذ والانحراف الجنسي، اللي أنا حاسس إن برضو الفترة دي بينتشر فيها نفس الفعل. الفكرة هنا إن هنيجي نفكر هو ليه الحاجات دي بتنتشر دلوقتي؟ ليه الناس دي بتعمل كده؟ وليه دايما الضحية دايما بتبقى خايفة وساكتة على الظلم ده؟ مع إن الفكرة إن سكوتهم هنا مش مجرد ظلم لنفسهم، بل ظلم لناس تانية، لأن أنت بتخلي المجرم يتمادى في فعلته ويفعلها أكثر مع ناس أكثر بكثير. تعال نفكر في الموضوع ده بشكل تاني. زي ما قلنا احنا هنبص الفكرة دي من منظورين: منظور المجرم ومنظور الضحية. من منظور المجرم فهو شخص تم الانحراف العقلي والانحراف الجسدي، ان هو بيدور على حاجة بخلاف الفطرة واللي خلقنا عليها ربنا، هو الذكر للأنثى، وفي سن معين وفي سن قابلين لبعض. هي دي الفكرة كلها. هنا المجرم بيفكر بفكر تاني، أو إن هو بيتم الانحراف. فإن الحاجة دي تحصل أو السبب ده يحصل أو المجرم يفكر الفكر ده، ده معناه إن هو حصل حاجة خلّيته يفكّر كده. فهنا المجرم ما هو إلا ضحية سابقة، يعني هو لو جيت فكّرت فيها تحس إن المجرم ده كان ضحية قبل كده أصلًا، وهو بيعيد نفس اللي حصل معاه. أنا هنا ما باقولش إن المجرم ليه حق وإن المجرم مش عارف ليه إيه، لأ، المجرم كده، كده هيتحاسب، لإن هو فكّر في الخطأ وعاده تاني. لإن هو أكيد المجرم ده لمّا اتحصل معاه الموضوع ده في سِن صغير، هو ما فكّرش فيه، أو لمّا كبر عرف إن ده غلط وكمان كمّل يعمله. فهنا دايما المجرم لو دورت وراه هتلاقي إن حصل فيه حاجة، سواء تحرش وهو صغير أو اغتصاب وهو صغير، أو حصل له حاجة وهو صغير أدت إن هو يتولد هذه الفكرة في أفكاره وإن هو يعملها. فهنا إحنا حابين نوصل رسالة في الإطار دوت، إن أي حد عنده شذوذ فكري أو شذوذ جنسي لازم يدور على علاج، لأن ده موضوع كبير جدا ممكن نعمل عليه حلقة تانية. بس الفكرة إن هو حاول تتعالج، وهنا العلاج مش فكرة إن أنا عشان أتعالج لازم يبقى جنبي بيوجعني بطني وجعاني أو مشكلة بدنية. لأ، المشاكل النفسية كمان بتتعالج. الحمد لله إحنا في فترة كبيرة دلوقتي بقى فيها التطور النفسي، وإن الناس بقت بتتقبل العلاج النفسي، والموضوع بقى كويس جدا دلوقتي. فأتمنى إن أي حد حصل معاه مشكلة وهو صغير معرفش يتخطاها يدور على حل عشان يتخطاها. وده كان باختصار المنظور الأول. المنظور التاني منظور الضحية، المنظور الشخص اللي انكسر، والشخص اللي خايف يتكلم عشان الفضيحة وكلام الناس ووجهات النظر حواليه، وكل ده شيء بشع. هو الناس ليه تظلم حد يعني حصل فيه كده؟ يعني انت ما عندكش مشكلة مع الجاني، بس عندك مشكلة مع المظلوم. يعني انت فاهم، انت سبت الناس اللي اتكلمت، يعني انت سبت اللي حصل فيه الحاجة ورحت الناس اللي اتكلمت، اللي هو انت عملت ايه؟ فلا، اي شخص حصل معاه مشكلة ما يكسفش ان هو يطالب بحقه مهما كان الحق ده عامل ازاي. وقصة النهاردة تتمحور حول البطل ياسين، اللي كان voiceless على رأي يوسف، وإن هو عمل حاجة كبيرة جدا، وإن هو أخد حقه وما سابش حقه يضيع، وحق زمايل تانيين ليه، لأن أكيد اللي حصل له حصل لغيره. كمان عمل توعية إن اللي حصل ده في موجة كبيرة جدا من الناس اللي طلعت اتكلمت وقالت إن ده حصل لعيالها والناس حصل ليها هي شخصيا. فالفكرة كلها إن هي دايمًا الموجة الكبيرة دي محتاجة زقة. فكان بطل الزقة دي أنا شايف إن هُم 2: ياسين ويوسف، بطل لام شمسية، وياسين البطل الحقيقي معانا.
فالفكرة كلّها إن إحنا مش لازم نأذي الناس اللي حصل لها كده ولا نعمل لهم مشكلة، بل إن إحنا نتعاطف معاهم، وكمان نتعاطف معاهم مش بشكل يبيّنهم إن هم ناس مكسورة أو ناس وِحشة أو ناس حصل لها أذى، لأ دايمًا كتر التعاطف أذى وقلة التعاطف أذى برضه، فأنت لازم تخلّي بالكم إن الناس دي هتعيش حياة طبيعية وهتكمّل حياتها عادي، وأنا يعني بصراحة مبسوط من الإعلام مع إني عندي مشكلة كبيرة مع الصحافة والإعلام، بس مبسوط منهم إن ما حدّش بيّن صورة الولد أو صورة أهله أو حد يعني إيه اتكلّم عنه بشكل زي ده، إن ده احترام الخصوصية حاجة مهمة جدًا. باشكر ياسين وأقول له إن أنت بطل فعلًا، إن أنت قدرت تصمد قدّام حاجة زي كده وكمّلت للآخر، ومش ياسين بس لأ ده ياسين وأهله كمان، إن هم بجد ناس قوية وشجاعة إن هم يواجهوا حاجة زي كده في المجتمع اللي إحنا فيه دلوقتي، اللي كل حاجة بالنسبة لهم إن هم خايفين يعملوا ده عشان كلام الناس، وجهة نظر الناس، وهو هيبقى عامل إيه في المستقبل. مع إن الفكرة كلّها إن الناس بتنسى. أنا لو جِبت لك كمية القواضي اللي حصلت مش هاقول لك من 20 سَنة، من 5 سنين فقط والناس نسيتها كتير جدًا. من أكبر مثال سفاح الجيزة أو الناس اللي انتشرت أو القواضي اللي انتشرت قبل كده، يعني ما حدش بيتكلّم عنهم، الناس نسيتهم already أصلًا، فالناس كده هتنسى الجريمة وهتنسى اللي حصل، بس الفكرة إن المظلوم أو المجني عليه عمره ما هينسى اللي حصل له ولا عمره هينسى اللي حصل. نفس الفكرة مع الجاني أو الشخص اللي ظالم أو الشخص اللي أذى، هو هيفضل يستمر لإن هو ما خدش العقاب أو ما خدش الحساب بتاعه. هنا إحنا بنتكلم فكرة إن أي حد ليه حق بيطالب بيه هيوصل له مهما كان الشكل عامل إزاي، لإن ربنا دايمًا مع أصحاب الحقوق وما بيرضاش بالظلم. فالفكرة كلها النهارده إن إحنا لازم نخلّي بالنا من التوعية الثقافية لأولادنا، إن الحاجات إيه اللي ينفع يحصل وإيه اللي ما ينفعش يحصل، وإيه اللي صح وإيه ما يصحّش. الفكرة إن إحنا يبقى عندنا الجرأة إن إحنا نتكلّم عن الأولاد عن كل حاجة، لإن أنت لو ما اتكلّمتش معاه النهارده غيرك هيتكلّم معاه وأنت مش عارف غيرك ممكن يقول له إيه. فالنهارده كانت أولى حلقاتنا من دفتر العراف، وحابب أعرف رأيكم ولو عندي أي أخطاء أتمنى إن الناس تصحح لي، وأتمنى تكون وجهة النظر وصلت.